ازاي اعرف ان في حد بيحبني؟ هل الشخص ده بيحبني فعلا؟ طب اعرف ازاي؟ طب تصرفات الشخص ده بتقول ان هو بيحبني فعلا ولا لا؟ واسئله كتيره جدا. الحب بقى لما بيقابلنا بيكون اجمل شيء بالنسبه لنا، لانه بيأثر ببساطه على كل شيء في حياتنا، طبعا بشكل ايجابي. تخيلوا كده الحب بيعمل ايه في المحب. على سبيل المثال لو بندرس بنكون ناجحين جدا في دراستنا، ولو بنشتغل بنكون ناجحين كمان في شغلنا. كمان علاقتنا بأصدقائنا بتكون كويسة جدا، ده غير كمان علاقتنا بأسرتنا بتكون كويسة جدا. وكل اللي بيحصل كويس ده علشان حالتنا النفسية ببساطة بتكون كويسة. عشان كده بقى جايب لكم في المقطع ده 7 علامات مهمين جدا تكشف لنا بقى نمط سلوك الشخص الفلاني ده، وتأكد لنا بقى في انه فعلا بيحبنا ولا لا. وقبل ما اقول لكم العلامات المهمة دي، لازم نكون واثقين في مشاعرنا احنا كمان تجاه الشخص اللي هو بيحبنا ده، او اللي احنا يهمنا او عايزين نعرف ان الشخص ده بيحبنا ولا لا، علشان ما يبقاش حب من طرف واحد. تمام، ندخل بقى في العلامات. العلامة الاولى نظرة الاهتمام. لو الشخص ده بيبص ليك او نظرته ليك بتكون نظرة اهتمام. واهتمام يعني ايه؟ يعني نظرة بتكون طويلة، وده يأكد لك ان الشخص ده مهتم لأمرك. والنظرة دي بقى ما بتكونش مرة او اتنين، بتكون نظرة بصفة مستمرة او متكررة يعني. وبأكد النقطة دي علشان نخلي بالنا وما نتسرعش. كمان الشخص ده عايز يعرف حاجات كتير عنك، وبيبذل مجهود كبير في ده، عايز يفهمك اكتر ويتعرف عليك. العلامة التانية اهتمامه بمظهر، يعني ابتدى بقى يهتم بشكله وهيئته غير قبل كده. مثلا طريقة لبسه اختلفت بقى شكلا وموضوعا، طبعا للأفضل. كمان حاجة مهمة، الشخص ده بيفرح أول ما بيشوف. العلامة الثالثة بقى كمان والمهمة، إنه بيغير أصدقائه. الشخص اللي بيحبك ده ابتدى فعلا إنه خلاص يبتدي يغير أصدقائه، وبيصادق الناس اللي أنت بترتاح لهم أو اللي شايفك أنت بتبقى مبسوط منهم. وبيعمل النقطة دي بقى ببساطة علشان إنه يريحك وتكون مبسوط جدا. هتلاقي كمان الشخص ده عايز يتكلم معاك معظم الوقت أو طول الوقت، وبيخلق المواضيع علشان تتكلموا مع بعض، بيتحجج بأي شيء علشان يفتح كلام معاك، وده بيحصل علشان يكون قريب منك. عايز كمان يسمعك ويشاركك أفكاره ومشاعره وكل أحلامه. العلامة الخامسة بقى إنسان أو شخص متفرغ ليك أنت، بقى يهتم بيك أكتر من أي حد تاني. مثلا أصدقائه ما بقاش يقضي وقت معاهم زي قبل كده، يعني الأصدقاء لما بييجوا يكلموه علشان يقعد معاهم بيعتذر لهم، وبيعمل كده علشان يكون وقته ليك أنت. العلامة بقى السادسة عايز يقعد جنبك، يعني لو انتوا مع بعض مثلا في الدراسة هيحرص على انه يكون قاعد جنبك، ولو ما حصلش ده او يكون قريب منك في المسافة. ولو انتوا بتشتغلوا مع بعض هيكون نفس الكلام، هتلاقيه رايح معظم الوقت عليك. الشخص ده بيكون عنده استعداد ان يعمل اي شيء علشان يرضيك. العلامة السابعة بقى والاخيرة، شخص كده مخلص ليك. يعني ايه مش هتبقى زايغه، مش هيبص لدي ودي والكلام ده، هيكون مركز معاكي انت وبس، لانه ببساطه بيحبك ومش شايف حد غيرك. ده غير كمان غيرته شديده جدا عليكي، والغيره دي بتظهر لما حد بيتكلم معاكي. قالوا عن الحب: اذا احبك 1,000,000 شخص فانا منهم، واذا احبك شخص واحد فهو انا، واذا لم يحبك احد فتاكد انني قد مت. في النهايه بقى يا رب يكون المقطع عجبكم. ما تنسوش بقى لايك وشير للفيديو علشان يوصل لغيركم. ما تنسوش كمان اشتراككم في القناه والفيسبوك والانستجرام وكل وسائل التواصل الاجتماعي الخاصه بيا، وده كله علشان نكون مع بعض في كل مكان. اشوفكم على خير ان شاء الله. بشكر.